تعرفنا في الخطوات السابقة على طريقة إدخال وتعديل الكتابات، وسوف نتعرف في هذا الجزء على طريقة تنسيق الخط وعمل المحاذاة وإضافة المؤثرات على الكتابات، وأيضا سوف نتعرف على العديد من أنواع التنسيقات المختلفة التي يمكننا تطبيقها على الكتابات. وعند عرض الصفحة أو المستند داخل البرنامج، فإن الطريقة التي يظهر بها هذا المستند تتوقف على إعدادات تنسيق الخط Font Formatting. والخط Font عبارة عن مجموعة من الحروف التي تتميز بأن لها تنسيق خاص بها، مثل نوع الخط Arial أو Simplified Arabic أو Times New Roman إلى آخره من أنواع الخطوط المختلفة. وحجم الخط Font Size يشير إلى حجم أو ارتفاع الكتابات Text Size. ويقوم البرنامج بحساب حجم الخط عادة بوحدة القياس Point أو النقطة. كما يتضمن تنسيق الخط Font Format أيضا الأسلوب، مثل الخط السميك Bold أو المائل Italic، أو وضع خط أسفل الكتابات Underline. كما تتوقف طريقة ظهور الصفحة أيضا على إعدادات تنسيق الفقرات Paragraph Formatting، مثل نوع المحاذاة والمسافة بين السطور إلى آخره. ويمكننا باستخدام لوحة الوظائف Reveal Formatting التعرف على التنسيقات المستخدمة لعمل الكتابات. فنفتح القائمة المستدلة Format ونختار Reveal Formatting. وفي هذه اللوحة تظهر التنسيقات المستخدمة مع الكتابات المختارة حاليا، أو التنسيقات الخاصة بالكتابات الموجودة عندها نقطة الإدخال. وفي الجزء Formatting of Selected Text تظهر التنسيقات الخاصة بالكتابات المختارة. ففي الجزء Font يظهر نوع الخط المستخدم وحجم الخط. وفي الجزء Paragraph يظهر نوع المحاذاة المستخدم مع الجزء المختار من الكتابات. وباختيار جزء آخر من الكتابات سوف تتغير الخواص الموجودة في الجزء Formatting of Selected Text تبعا للتنسيق المستخدم مع الكتابات المختارة. ويمكننا باستخدام لوحة الوظائف Reveal Formatting تعديل التنسيق المستخدم مع الكتابات المختارة. فبالضغط على الارتباط الخاص بالتنسيق الذي نريد تعديله سوف يظهر المربع الحواري الخاص بإعدادات هذا التنسيق. وسوف نتعرف في الخطوات القادمة على كيفية تنسيق الكتابات في المستند. وفي الجزء Selected Text تظهر معاينة للتنسيق المستخدم مع الكتابات المختارة. وبتشغيل الاختيار Compare with another selection سوف يمكننا عمل مقارنة بين خواص التنسيق المستخدم مع الكتابات الحالية والتنسيق المستخدم مع جزء آخر من الكتابات نقوم باختياره من المستند، حيث تظهر نتيجة المقارنة في الجزء Formatting Differences.